الكون، لكن علميا يسمى هذا الشخص بالنرجسي. النرجسية هي تضخيم أهمية الذات والحاجة المستمرة للإعجاب. المصاب بالنرجسية يمتاز بأنه من محبي الظهور والاهتمام، يبالغ بإنجازاته مهما كانت بسيطة ومتواضعة وأحيانا تافهة. نفس في جامعة ميشيغان قام بدراسة كشفت بأن العراقيين هم ثاني شعب في العالم بعد الألمان يمتازون بالنرجسية. يحبون لفت الأنظار والانشغال الزائد بالنفس على حساب الآخرين. هذا بالضبط التعريف أو الوصف اللي استخدمته الجامعة اللي قامت بهذه الدراسة. 45 ألف شخص من 53 دولة اشتركوا بالاستبيان، والنتيجة الألماني بالمرتبة الأولى أكثر فرد نرجسي في العالم، يليه العراقي. خلينا نشوف بحلقة اليوم ليش احنا كشعب نشعر بالتفوق على الآخرين من باقي شعوب العالم. هل قدمنا إنجاز حقيقي للعالم يخلينا نحس بهالشيء؟ يعني من نقول الألماني يشعر بالنرجسية، فألمانيا واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم، بها أكثر من 200 ألف شركة صناعية، عائداتها 3.5 تريليون دولار بالسنة، وهي واحدة من أكثر دول العالم تنظيما ودقة في كل شيء. طبعا ما تطفى عندهم الكهرباء، فألمانيا رقم 1 بالنرجسية. يمكن هالشيء مبرر. العراق رقم 2 مباشرة بعد ألمانيا. هالشيء خلينا نسأل سؤال: بشنو احنا متفوقين؟ بشنو احنا متقدمين مثلا على الياباني، الصيني، الفرنسي، البريطاني، الأمريكي، الكندي، حتى نشعر بالتفوق عليهم وعلى غيرهم. ممكن البعض أو من خلال التعليقات اللي شفتها على هذا الموضوع يقول لك احنا أهل حضارة. صحيح، احنا أبناء حضارة وحضارة عظيمة جدا، لكن الحضارة مو إنجاز يورث للأحفاد إلى الأبد. الحضارة أيضا تقاس بما تنتج اليوم: علم، صناعة، تعليم، ثقافة، اقتصاد، احترام للقانون. هذه كلها هي عبارة عن حضارة. أما الاكتفاء بالحديث عن أمجاد الماضي مع تجاهل الحاضر فهذا عبارة عن هروب من الحقيقة. الحضارة أيضا هي دليل على رقي المجتمع وقدرته على الاستقرار والإبداع، وذني حاليا كلهن ما موجودات عندنا. فأرجع لسؤالي: نرجسية على شنو أو ليش؟ خلينا نشوف